نطاق شراكة بين الإعلام والودادية الوطنية للبريد التونسي كتجربة أولى مباشرة لمزيد تسليط الأضواء على الجولة الرابعة للبطولة الوطنية لجمعية البريد التونسي في كرة القدم 6 لاعبين. سي عبد اللطيف التركي رئيس الودادية الوطنية للبريد التونسي، مرحبا بك. مرحبا بالسفير تي في. وانا ان شاء الله اكيد احنا قلنا اول لمنه على مستوى الدعم هو الاعلام بيلعب دور ريادي في انجاح ثقافه الرياضه داخل المؤسسه. واليوم ان شاء الله عندنا هو اختتام يعني على مستوى الجوله الرابعه لمجموعه الجنوب اللي هي ضمن الفرق المشاركه من بريد مدين وبريد جابس وبريد قبلي وبريد تطاوين. أنا حبيت نشكر سي على كل حال بالنسبة كل الفرق والمسؤولين والممثلين على الأندية اللي هما لقينا منهم المساهمة ولقينا رغم الوضع اللي نعيشوا فيه هنا. الحمد لله أن البريد التونسي كمؤسسة تعتبر أول مؤسسة اقتصادية في البريد التونسي في الدعم هذا في إنجاح الرياضة داخل المؤسسة. وهذا حبيت نوصل كمعلومة إن شاء الله نقولها وإن شاء الله تكون ختام الجولة الرابعة تكون ناجحة في كل المقاييس للدعم. وحبيت زاد قبل ما نقول حاجة هي أكيد رسالة مضمونة لكل العائلة البريدية من منظرة القبدي تطاوين اللي منذ انطلاق الدورات اللي عملناها على مستوى في بورسعيدية دورة تحاب والتعارف ودورة اللي هي البريد في خدمة الحريف وختامه مسك يوم 16-17 ديسمبر في نهائي كأس ممتاز وبعث أول منتخب وطني للبريد التونسي. وكان أنا حبيت نوضحها وكلمة حق تتقال هذه مش من ورود راهو للسيد معشق سوخ رئيس المدير العام للبريد الوطني التونسي اللي هو كان الدعم الأدبي والمعنوي والمادي. ونشكر كل الاطارات السهره زاد على البريد التونسي والاداره العامه خاطر خلقنا حاجه اليات ما كنتش نتصوروها بكل الامانه. ورغم انا نقول على حسب ما خبرتي في الصعيد المدني اليوم المخزون في حد ذاته وعطيته المؤسسه المهنيه لقيتنا فيها نجاح وفيها وغايتها انه التحاب والتواصل اكثر من النتائج وازدحام على مستوى النتائج. وانا قبل حبينا نرحبوا زاد بسي حبيب نسبق الحديث سي حبيب المشعل اللي هو زاد هو مدير جامعة النابل هو كي صحة مشكور على حضوره معنا. واكيد سي حبيب هو تبارك الله زاد من الناس المساهمين في الرياضه وعنده دور كبير على مستوى المؤسسه. ولما لا ان شاء الله نقول اللجنه هذه كما بدات من دعمها على مستوى الوداديه الوطنيه للبريد التونسي ومش حتى زاد السي المنذر العزوزي كبديناه على مستوى التجربه كونائب رئيس الوداديه وكبدايه استثمار رئيس جمعيه بريد منزلت وجمعيه تقريبا في خلقنا اول تجارب في اول بطوله وطنيه اللي كانت هي يوم 16-17 جويلية واللي منها ان شاء الله تنجح اختتامها على مستوى الجنوب وان شاء الله القادم افضل. واكيد نشكر زاد كل الاخوين ممثلين الانديه على مستوى الدعم هذا. سي منذر العزوزي مرحبا بك. سي منذر نائب رئيس الوداديه الوطنيه للبريد التونسي تقييمكم للجوله الرابعه والله على مستوى النتائج. اودي بدءا نحن نحب نقدم شكري لقناه السفير وتلفزه تي في وذلك معناها من منطلق اللي دور الاعلام هو سند لينا بالطبيعه الافكار نتاعنا والنشاط نتاعنا خرج للعلن ولا كان شأن وطني بفضل وعطاء اشعاعه بفضل معناها الدور الاعلامي الرائد. وانتم معناها نشكركم اللي واكبتوا كافه الدورات السابقه وهذه الدورات فما تطور في العمل نتاعنا. نحن كبدايه معناها سي عبد اللطيف تركي رئيس جمعيه البريد بنزرت ولا انا كرئيس جمعيه قروان بدات الافكار من الاول واللي تجسمت على ارض الواقع بدات الدورات. لكن التطور اللي لاحظتوه اللي ولات اثناء فما بطوله معناها الفكره على حسب الخبرات حسب التجارب اكتسبناها اللي توا ولات تجسمت كبطوله. وهذه رؤيه راهي مشتركه مع رؤساء الجمعيات الكل اللي نشكروهم واللي هما معناها تبارك الله معناها شفتوا معناتها من الجنوب يتنقلوا. وهذا معناها خلقنا نوع من عمل تشاركي وتشاورنا مع بعضنا وسبق انه فما معناها اجتماع مع رؤساء الجمعيات في فيفري في الحمامات باش خلقنا معناها شنو اتفقنا على نمط البطوله والمراحل نتاعهم وكيفيه اجراء المقابلات والمساهمات. لهنا باش نحكي على نقطه اخرى هو الدعم اللوجستي. الدعم اللوجستي خاصه الدعم المالي واللي نحن ناملوا كما عودنا سي معشق شوق رئيس المدير العام للمنظمات البريد اللي جا وزارنا ولاحظ معناها قيمه العمل وقيمه الانجاز على ارض الواقع واللي ان شاء الله كما عودنا ان شاء الله يامن ويدعمنا
امور ماديه واللي تعرف الماده المال قوام الاعمال. نحن باش نعطيك انا ملخص على مدار معناها النتائج بالدورات الاولى اللي هي فما حماس وفما معناها المقابلات كبطوله ماراثون متسارع ومفاجات. نحن كمثلا حبينا زاده انه نعطيو زاده الاخلاق الرياضيه، الروح الرياضيه هي عندها مكانه، واللي زاد سلامه العوائل هما رصيد بشري اللي زاد نحافظوا عليه. المجموعه الاولى اللي هي فيها بنزرت وباجه وتونس قرطاج 2 والكاف، كانت المراحل نتاعها المقابله الاولى بنزرت ضد باجه، فوز بنزرت 4 ضد باجه 2. ما بين الكاف وتونس قرطاج 2 الفوز كان لصالح الكاف 3-0. بنزرت ضد تونس قرطاج 2 الفوز كان لبنزرت 4-3. الكاف ضد باجه وكان الفوز باجه ضد الكاف. المجموعه الثانيه اللي هي ضم تونس قرطاج والقيروان وزغلول المساكن، كان المقابله الاولى تونس قرطاج 1 ضد القروان، الفوز لصالح تونس قرطاج 3-2. زاوان ضد مساكن النتيجه 3-6، فوز لصالح مساكن. تونس قرطاج ضد مساكن كان الفوز لصالح تونس قرطاج 1-4-0. وزاوان ضد القيروان، هذاك المقابله اللي فيها صاحب الفوز. المجموعه الثالثه القصرين ضد المنستير، الفوز لصالح المنستير 7-0. المقابله الثانيه صفاقس ضد المهديه، الفوز لصالح صفاقس 5-2. القصرين ضد المهديه، الفوز لصالح القصرين 3-1. صفاقس ضد المنستير، الفوز لصالح المنستير 3-0. هنا تبين النتائج ديما فما فارق، معناها ما فماش نمط معين. الفريق اللي يلعب معناها غدوه ينجم يخسر. المجموعه تو مازالت الرابعه الحياتيه تميم مش الدور، اللي هي المجموعه الرابعه ضمن المدنيين وقابس وتطاوين. مازالت بعض المقابلات المجموعه الرابعه، واللي بعد المراحل الاخرى باش تصير تكمله لاطوار البطوله ان شاء الله. معناها كمرحله اولى نتم قبل رمضان باش فما استراحه الصيف وبعد يتم في معناها النهائي النصف النهائي في اول سبتمبر. ونحن نعملوا بطبيعه الحال باش معناها يصير تتويج الجمعيات اثناء الاحتفال باليوم العالمي للبريد. سي رمزي جباري مرحبا بك كممثل السفير تي في. حدث على الشراكه بين السفير تي في والوداد الوطنيه التونسيه. بارك الله فيك ايمان وبارك الله في ضيافك معناها على الدعوه الكريمه. احنا في اطار الشراكه والفعل المؤسساتي اتفقنا على مبدا انه نتواصلوا مع بعضنا ونعرفوا في تجربه اولى بالبطوله هذه. الحمد لله معناها التجربه لحد الان معناها الدوره الرابعه معناها وصولنا للجوله الرابعه حققنا الاهداف اللي حبيناه انه البطوله تخرج تولي شأن عام، تولي معناها يهتموا بها الناس. الحمد لله في تجربة أولى للسفير معناها مع الإعلام المرئي معناها حققنا نجاحات، ولو أنه ديما يبقى كل شيء نسبي، ولكن حققنا النجاحات اللي نحبوها، خاصة في ظل البطولة تتعمل كل 15 يوم. هذه تجربة رائدة اليوم النجم نتباهوا بها. هذا واحد. اثنين لقينا من الأخيان معناها لجان التنظيم الحقيقة والمكتب التنفيذي معناها واللي على رأسه سي معزز شقشوق معناها الحقيقة كل الدعم، وهذا إيجابي في تجربة أولى أنه فما ناس تنادي بالشراكة بين الإعلام والعمل المؤسساتي وتقعد كلها شعارات. اليوم النجم نقولوا وأنه التجربة هذه حققنا فيها نجاحات، وخاصة وأنه احنا أمضينا اتفاق مسبق اليوم النجم نقيمه ونقولوا راهو البرنامج نتاعنا نجح. هذا اثنين. ثلاثة الدورة كدورة، هذا اللي اليوم احنا كنا ركزنا عليه في خاطر عملنا بالشراكه مع بعضنا، عملنا ندوه، والندوه هذه الرياضه والعمل المؤسساتي تجربه البريد نموذجا. تجربه الحقيقه كانت رائعه، لانه اليوم المبدا العام هو انه نتفقوا على انه هالبطوله هذه ولدت كبيره، كيفاش نجموا نكبروها، كيفاش نجموا نجدوا المفاهيم. هذا بالنسبه لنا مهم. كما كان يحكي سي المنذر على النتائج، كما عطاه سي عبد اللطيف الابعاد، كما معناها ضيفنا والممثل السيد الرئيس المدير العام معناها باش يكمل يحكي لنا على ايش فما من تفاصيل، ايش فما من مفاجآت، وايش فما من انتظارات من البطوله هذه. هكا في جملتين في ثلاثه نقولوا ان البطوله هذه ولدت كبيره،
ان شاء الله نحافظوا عليها. هذه باعتقادي الخاص تجربه مثمره، يلزم اليوم الثمار نتاعها نجنيوهم من خلال اشعاعها على المحيط الخارجي. شكرا سي الحبيب، مرحبا بك. حدثنا ان شاء الله. شكرا للسفير تيفي. اول حاجه نرحب بزملائي سي عبد اللطيف وسي المنظر، مرحبا بهم في جهه نابل. الدوره هذه كما نتمناوها كبريديين، كما يتمناها معنا السيد رئيس المدير العام، ان شاء الله تكلل بالنجاح، وهذا شيء مؤكد، لان البريد التونسي ما فماش حاجه يدخل فيها ما ينجحش فيها، فهمت. نتمناو النجاح الدوره هذه. اثنين، للمستقبل ان شاء الله معناها تكون زاده الرياضه النسائيه معناها عندها حظها، واكيد سي عبد اللطيف عنده تجربه رائده في الشيء هذا، فهمتني، ينجم يفيدكم في المجال هذا بصفته معناها قيدوم في المجال الرياضي. على كل هي وحده بريديه، هو الصف كما يقول البريدي الواحد في ثقافته المهنيه، في ثقافته الرياضيه، كل شيء ان شاء الله معناها بحول الله معناها ما يكون للبريد التونسي للعموم كان النجاح، والنجاح ان شاء الله يكون حليف المؤسسه البريديه. شكرا. ان شاء الله. حبيت صدق نجاوب على سي الحبيب انه السيد رئيس المدير العام سي معشر شوف، مش احنا مش اكثر من يريد نحكي في كل من بدايه البطوله شكون واضحين، هو يسجل حضوره يبعث بالنيابه، وهذه كلمه حق القائد. سي معشر شوف موجود يبعث شكون يمثل على الاداره العامه، ولذلك الادوار الكل اللي عملناها سي معز ديما موجود. لا مو هذه خلينا نقول احسنت المسياسات في كلمه حق، احنا مش لكن ان شاء الله يكون الدعم الادبي والمعنوي والمادي. وراهو هذا زاد حبيت نوضح نقطه هامه، الديوان يلعب راهو دور كبير، لكن باش الديوان اليوم كي تلقى زاد الدور الاعلام الدور الريادي، ولا زاد بكل ما تحقق سي يعني رمزي اللي هو مدير المؤسسه الاعلاميه، وهو التغطيه العالميه من البدايه، هو مساند، ويكون مساند يعتبر يعني مساند رسمي وفاعل في التغطيه. خاطر علاش؟ خاطر لو المؤسسات الاقتصاديه كي تراها مقارنه بعدد ثاني المؤسسات، اليوم البريد التونسي رائد حقيقه رائد. انا ايش نقول؟ الثقافه هذه والعمليه الرياضه داخل المؤسسه اليوم على شبكه على الصعيد الوطني، غدا نبنيو على الصعيد المغاربي، غدا على الصعيد الدولي، والبريد التونسي تبارك الله موجود في كل انحاء العالم، وهذا حبينا نبنيوه، وهذا رساله المنان حبيت نسوقها لكل زملائي البريديين. رايي ماهيش كرة قدم، بربي زاد نقطة هامة خلينا نتفاهم. ليش يتفجعوا ويقولوا فهم كيف كرة قدم؟ المديرية الوطني للبريد التونسي تخدم. لا هذه على مستوى الرياضة والثقافة والاجتماع، ولكن زاد حاجة أخرى، احنا كمديرية نخدموا على المباشرين وعلى المتقاعدين. لازم زاد الناس اللي هما اللي تكبرنا معاهم واللي يأثرونا واللي هما اللي خرجوا في الارتقاء، رانا نقول لكم زاد رسالة، رانا إن شاء الله تكونوا انتم موجودين. وهذا مش نجيو تو حول العنصر خاطر نحطوا في مقام التشريك العنصر النسائي، خاطر هذا لا مفر منه كما قال سي الحبيب مشكورة الصحة. أنا صحيح من مؤسسين كرة قدم نسائية على مستوى المؤسسة البريدية، أول مؤسسة اقتصادية مش بريد، أول مؤسسة اللي بحثت الرياضة كرة قدم، وهي أول فريق. وللأمانة أن المنتخب الوطني شارك في كأس العالم تنظيم مونديال 2010 لازم يكون عام كرياسيون في الفوتبول فيميني، اللي هي بريد مزر أول فريق عمل كرياسيون في الفوتبول، وهي برضه دير باش عرفنا احنا خلينا المسابقة في تنظيم مونديال 2010. البريد التونسي يلعب دور ريادي، لكن زاد ما فيه باس شكون زاد دوره باش يدعم المؤسسة دي أبنائها والعائلة البلدية. احنا في حاجة ماسة أكثر من هذا من الدعم الأدبي والمعنوي ويكون زاد المادي والمال قوام العمل، لكن نقولوا عندنا ثقة في سلام السكسوك، نعرفوا نمشي كما قال هو بعضهم لسانه، كما قال سي رمزي في الندوة الوطنية تاع العدالة الأخرانية قالها على الملأ، قال أنا إن شاء الله نكون معاكم مساند في الماديات هذه، نعرف لي سر النجاح، لكن قال أنا نبلغ لكم توا أموركم شرعنا وتكوين ملفات الجمعيات هذه في حاجة ماسة في تعديلها في الملفات باش يجي لقينا آليات الدعم. بارك الله فيكم ويعطيكم الصحة كحلقة أولى إن شاء الله. شوف